ولسه زي ما حضراتكم شايفين مع فصل نهايات الأرفاخ، الفصل التاسع. الشكل ده الأبيض معاه بيدق على الصف السادس. هناخد في الدرس ده ازاي نتعامل في الشكل ده وننفذ فكرة اللوسينا بتاعتنا. البيدق في الصف السادس عاوز يرقي، والرخة حرة بتدي كشات من على عمود السي ومن على الصف الأول براحتها. الفكرة هنا ان انت لما يبقى عندك بيدق في السادس لازم الرخ بتاعتك تبقى جنبك بحيث تشتغل مصد على العمود اللي جنب الملك. يعني لو جات الرخ دي تدي كش هنا مثلا او هنا، ممكن تستخدم الرخ بتاعتنا كمصد للكشات هنا او هنا زي ما هنشوف حضراتكم. احنا دلوقتي عاوزين نوصل لشكل من اشكال اللوسينا، فبنلعب F7 بتكسب. طب فكر دلوقتي انت قدامك 3 اختيارات: كينج G7، كينج G7، او تدي كش من هنا او تدي كش من هنا، او تيجي تطلب البيدق. ناخد مثلا روك C8، على طول بنقول له كينج E7 هتديني كش. وجيت الفكرة اللي احنا بنقول عليها لازم الرخ تبقى على طول لازقة في العمود اللي جنب الملك على طول عشان تدعمه في كشة من الكشات اللي زي دي. على طول صدنا بيها وبنقول له هاكل وارجع تاني للمربع الاي 7 وادعم الترقية بتاعت البيدق. طيب نجرب ايه؟ نجرب روك اي 1 تشيك، هات كش. هقول لك من عينيا كينج اف 6، كش تاني كينج اي 7، كش. دخلت جوه. دلوقتي بقى بنلعب روك اتش 3 تشيك، تجيلي اروح مستخبي فيك. يعني فكرة سهلة جدا، بنديك كش اجباري تتحرك فين وتتحرك هنا. هروح جاي لك اهو وهرق. طب نلعب كينج جي 7، على طول بنقول لك كش. وريني هتلعب بالملك بتاعك ده فين. يلا امشي من هنا زي ما بيقولوا. كينج اتش 7، باجي لك روك اف 3، بقول لك بدعم البيدق بتاعي، كشيني بقى انت براحتك. وهروح مستخبي في البيدق بتاعي وفي الرخ، العمود بتاع الرخ محمي. بستخبى في الرخ بتاعتي. نفس الشكل معانا احنا شفنا نقلة الاف 7. تعالوا نشوف مثلا لو لعبنا روك دي 8 مثلا، كش. هتكشني بقى براحتك برق. طيب لو ما جيتش بالملك على العسكري وفضلت ادي كشات، كينج اف 7 بستخبى في البيدق بتاعي.
لو فضلت حاجزك روك دي 1 كويسة جدا. روك اي 1. فبديك كش مات، فإجباري تيجي تحمي المات من هنا. والدور منتهي. طيب لو لعبنا كينج اي 7، لعبة جيدة جدا. كش مثلا، فبنداري الفكرة بتاعتنا ان الرخ بتاعنا يبقى جنب الملك ويشتغل كمصد الكشات، ولو كشيني من على العمود بس يخبى في البيدق، وبدفع البيدق وبرقي. طيب لو كشيت من هنا نفس الفكرة، كينج اف 8، اف 7، روك اف 1، على طول الكشة بتاعتنا الجميلة. لو جيت هنا